على الحق، عد إلى الحق، سترفع في الدنيا والآخرة. اعمل لنصرة دينك، ولا تلتفت لأحد على وجه الأرض. اعمل لنصرة دينك، لا تخف على مال ولا على نفسك ولا على أولادك ولا على بيتك. اعمل لنصرة الدين، واعمل لصالح البلد، لصالح مصر. مصر أمانة في أعناقنا. حافظوا على هذا البلد، لا تتركوا مصر تضيع، لا تمزقوا مصر من أجل المصالح الضيقة، لا تقطعوا أوصال هذا البلد من أجل الدنيا الزائلة والكراسي الحقيرة الفانية. مصر ليست ملكا لفصيل ولا حزب ولا جماعة، بل هي ملك لهذه الأجيال ولهذا الشباب. مصر وصية رسول الله لنا، فلا تضيعوا وصية رسول الله، لا تضيعوا وصية رسول الله. أوصى بمصر من أكثر من 1000 عام، يوصي أصحابه: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها. أخاطب النخبة، أخاطب الساسة، أخاطب القادة، أخاطب رؤساء الأحزاب، أخاطب الجميع ممن له الكلمة، وأقول: احفظوا وصية رسول الله، وأحسنوا إلى أهل مصر وإلى شعب مصر الصابر الوفي النقي التقي الأبي. حافظوا على هذا البلد وأحسنوا إلى شعب مصر، فهي وصية رسول الله لنا. فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة. كفانا شرفا وفخرا أن يشهد لنا سيدنا بهذا. كفى أهل مصر شرفا وفخرا أن يشهد لهم سيدنا بهذا، فإن لهم ذمة ورحمة. اعمل يا أخي، توقف قليلا عن الكلام. اللهم إلا إن تكلمت بالحق، اللهم إلا إن ذكرت بالخير، اللهم إلا إن رفعت اليوم للخير راية. ارفع للخير راية، ارفع للحق راية، اخفض للشر راية، اخفض للباطل راية، ارفع للخير راية. مش شرط على المنبر، مش شرط على المنبر، مش عاوزين كل المسلمين مشايخ على المنابر. لا أريد من كل المسلمين أن يكونوا دعاة على منابر المساجد، بل أريد من كل المسلمين أن يكونوا دعاة على منبر الحق في أي ميدان من ميادين العمل والإنتاج والعطاء. أنت أيها الطبيب، وأنت أيها المهندس، وأنت أيها المدرس، وأنت أيها الضابط، وأنت أيها الجندي، وأنت أيها الشرطي، وأنت أيها الفلاح، وأنت أيها التاجر، وأنت أيها الطالب، وأنت أيتها المسلمة. نريد أن نشهد لديننا ثم لبلدنا شهادة عملية على أرض الواقع. فأمتكم ودينكم وبلدكم يحتاج الآن إلى جهد كل صادق، إلى جهد كل صادق.